يمكن أن نطلق عليها ظاهرة العام والموضة والتي اجتاحت عام 2014 بجدارة، ألا وهي السيلفي، تلك الصور الملتقطة ذاتيا باستخدام الكاميرا إما للشخص نفسه وحيدا أو مع عدة أشخاص آخرين. السيلفي بحسب الواشنطن بوست تعتبر هي الكلمة الحديثة التي قام قاموس إكسفورد بإضافتها، كما أن محرك البحث ياهو قال إنه سيلتقط حوالي 880 مليار صورة، أي 123 صورة لكل واحد من سكان الأرض في عام 2014. الهوس بالسيلفي ازداد خاصة بعدما قامت مقدمة الأوسكار إيلين ديجينيرس بالتقاط صورة لها مع نجوم الأوسكار، وحطمت الصورة الأرقام القياسية على موقع تويتر، خاصة أن من قام بإعادة ريتويت للصورة بلغ 3 ملايين شخص. من جانبها قامت مجلة تايم الأمريكية باختيار 11 صورة سيلفي اعتبرتهم الأشهر هذا العام، وكان منها صورة للبابا فرانسيس مع مجموعة من المراهقين في الفاتيكان، وأخرى للمغنية الأمريكية بيونسي مع أحد معجبيها في جنوب إفريقيا. المزعج في أمر صور السيلفي مع كثرتها هو ما أعلنت عنه الرابطة الأمريكية للطب النفسي رسميا، أن التقاط صور السيلفي تدل على اضطراب عقلي، وقالت إن هؤلاء الذين يلتقطون صورا لأنفسهم لديهم شعور بالنقص والفراغ في العلاقة الحميمية وعليهم معالجة أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي اهل مصر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضراتكم في بدايه هذا اللقاء وحلقه جديده من لقاء الاحد اهل مصر. اسمحوا لي في البدايه الاول اعتذر لحضراتكم عن التاخير، لان طبعا ده احترام مشاهدينا، لازم نعتذر عن التاخير. المفروض بنطلع 8:30، يعني كده احنا اتاخرنا عليكم نص ساعه نظرا لظروف هندسيه يعني قهريه، فبنعتذر لحضراتكم عن هذا التأخير. ده البداية، يعني كان لازم الاعتذار. ثانيا، لو حضراتكم طبعا تابعتوا هذا التقرير عن ظاهرة السيلفي، وما طبعا يعني هذه الظاهرة مرتبطة بالتواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي، ويمكن احنا قدمنا في حلقة سابقة ادمان هذه الشبكات وخدنا هذه الحلقة، ويعني اتكلمنا في ابعاد كتير جدا جدا فيما يتعلق بادمان شبكات التواصل الاجتماعي. النهارده هنتكلم عن موضوع السيلفي، ويمكن حضراتكم التقرير ده اتكلم كتير جدا في جوانب كثيرة. هيكون معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة من اهل مصر الاستاذ عمر زكريا، والحقيقه هو اول صاحب فيلم بنظام الفيديو سيلفي في مصر، والحقيقه هو يعني كلمنا عن نفسه بقى، واسمحوا لنا نرحب بيه على الهواء مباشره. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. اهلا بيك. شرفتنا ونورتنا. انا عارف ان انت جاي من سفر. من اسكندريه. من اسكندريه. اهلا بيك، شرفتنا. اهلا بيك. موضوع يعني خلينا نتكلم عن السيلفي. يعني ما هو السيلفي؟ يعني ايه السيلفي؟ تمام. هو السيلفي جاي من كلمه ماي سيلف، هي نفسي. النفس. فنفسي ان انا بعمل كل حاجه، يعني انا الافلام اللي بعملها بعمل كل حاجه لوحدي، تمثيل، الاخراج، المونتاج، القصه، السيناريو، الحوار، مفيش حد معايا. والتصوير طبعا بحط الكاميرا قدامي وبصور، ولو في مشاهد او كادرات محتاجه حركه بستعين بوالدتي يعني. بس فالناس حتى كمان يعني اطلقت عليا ان انا اول واحد بيعمل افلام السيلفي، لان مفيش حد معايا. والمونو دراما دي اصلا نظام مسرحي اكتر، فانا دخلته في الافلام مونو دراما، يعني شخص واحد مونو يوصل رساله الفيلم للمشاهد او للجمهور. بس هو الموضوع جه معايا اصلا من حوالي 5 سنين كده. 5 سنوات. من حوالي 5 سنوات. انا بحب، يعني انا من النوع اللي يعني بيتامل قوي في الحاجه، وبيحب يعني يبص عليها بنظره يعني معينه. واللي عنده خير طبعا، يعني الكلمه دي بجد يعني مهمه جدا، واثبات ليك ان اي حاجه بتحصل لك فعلا خير ليك. انا الموضوع يعني من 5 سنين كده قلت انا عايز اعمل افلام قصيره. يعني هقول بعد كده انا ليه فكرت اني اعمل افلام اصلا. فلجأت لناس اصدقاء ليا، اصحابي بيعملوا فيديوهات كوميدي كده على اليوتيوب، فقلت لهم دلوقتي انا عندي قصه وعايز اعملها، يعني القصه كذا 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 وفكرتها كذا. فهم طبعا يعني رفضوا ان هم يشتغلوا معايا، قالوا لا. رفضوا.
لان انت في بدايتك مفيش حد مؤمن بيك، مفيش حد مؤمن بقدراتك بفكرتك، انت عايز تعمل ايه، عايز توصل ايه. اشياء مجهوله يعني. بالظبط. ولسه جديد، ما عملتش حاجه، محدش شاف شغلك. فقالوا لي يعني لا يعني. بس فجيت بقى على 2012 بدأت أعمل فيلم. قلت خلاص بقى أنا هشتغل بأقل حاجة معايا وبأقل، حتى لو بأقل إمكانيات هتشتغل. بالظبط. وبأقل حاجة يعني. أنا حتى كمان صورت بالتليفون. يعني قلت هشتغل بأبسط حاجة معايا. بس يعني طبعا انا عايز بقى ارجع حته انا اصلا فكرت ان اعمل افلام في الفتره دي ليه؟ لان انا في الفتره دي كده حصل لي زي ظروف كده يعني عشان هو تعتبر ان انت لما عملت الافلام دي كان التطور مثلا في يعني ان اول واحد يعمل افلام على السيلفي هو يعني تطوير للموضوع، مش مجرد تصوير فقط. لا خالص. هو السيلفي اللي هو السيلفي بعمل كل حاجه لوحدي بانفرادي، مفيش حد معايا. لذلك بنسميه مونو يعني مونو درامي، شخص واحد بس. هو اللي قايم بكل حاجه وبيوصل رساله. بالظبط. وبعدين في 2012 ولا كان في لسه سيلفي ولا سمعنا عن الكلام ده، كان لسه يعني ما انتشرش قوي. فانا ساعتها ولا كان في دماغي ان اعمل سيلفي ولا في دماغي الكلام ده خالص. قلت انا يعني فكرتي انا عايز اطلع اللي جوايا وخلاص، عايز اعبر عن اللي جوايا من خلال فيلم، اقول اللي عندي بس وباللي انا حاسه طبعا يعني. يعني لما الواحد يروح يقول انا اصور نفسي سيلفي، يعني هو يعني دي ظاهره واصبحت هوس مع المراهقين ومع حمله الموبايل. يعني ما بيقتصرش الامر على ان هم يعني بيتصوروا، يعني زي ما قال التقرير في اضطرابات نفسيه، في بيحاول ان هو يفرغ هذه الاضطرابات في التصوير. بالظبط. وده حقيقي فعلا يعني. فممكن ناخد بقى راي الاستاذ الدكتور محمد عبد المطلب، استاذ علم النفس التربوي بجامعه طنطا. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا باشا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بيك. على حضرتك كنت شرفتنا في حلقه سابقه كنا بنتكلم عن ادمان وسائل التواصل الاجتماعي، والنهارده بنتكلم عن موضوع يتعلق بذات السياق يعني او بنفس السياق، وهو ظاهره السيلفي. ولما نتكلم عن هوس يعني تصوير النفس، هل ده له يعني بيبقى له مردود من الناحيه النفسيه، له دلالات خاصه من الناحيه النفسيه؟ الملاحظ انه الظاهره دي موجوده اكتر عند الشباب. ايوه. يعني والواحد بيتجول في الكليه بيشوفهم بيعملوا الحكايه دي. الكبار مش مهتمين بالقضيه دي. ايوه. وبالتالي نقدر نقول ان هو نوع من التقليد والمحاكاه، لان الناس في الوقت ده بيبقوا عندهم ولع بالتقليد والمحاكاه. ده من ناحيه. ولع بالتقليد والمحاكاه. لا ناحيه ثانيه نقدر نقول انهم بيحبوا يثبتوا هذه اللحظه. لانهم ما بيعملوش سيلفي ابدا في اوقات الحزن. فدي بتحصل في اوقات الفرح. فبيحاولوا يثبتوا هذه اللحظه. لانه الحقيقه الشباب محبط وما عندوش اللي يثبت فيها هويته. الحاجه الثالثه انصر طفله في التالي صدمه المستقبل. ايوه يا دكتور. نبهنا لشيء مهم جدا، ان احنا الان في عصر تسود ثقافه الزوال اللي هو الاستعمال مرة واحدة. فالإنسان بطبيعته بيتحدى الزوال بإثبات البقاء. تمام. وبالتالي هم بيثبتوا أنفسهم بهذه الطريقة من وسائل التسويق. الحاجة الثالثة تقدر تقول إن هم برضه فاقدين لهويتهم، فبيحاولوا يثبتوا ذاتهم من خلال هذه الاشياء. يبقى الاول التقليد، ثانيا تثبيت اللحظه الفرحه السعيده، الثالثه انهم بيسجلوا نفسهم في الزمن تحديا لثقافه الزواج. والرابعه ان هم فاقدين لاثبات ذاتهم فبيحاولوا يثبتوا ذاتهم. تمام. دكتور يعني لو سمحت لي، هل الظاهره دي هتبقى يعني ظاهره هتظهر لفتره ما ثم تزول بعد ذلك او تنتهي، ولا هي هتمتد يعني هتاخد معانا وقت؟ اعتقد ان هي زي كل شيء بيبقى ظهوره في البدايه وبعدين بينسحب تدريجيا.
مخاطرها وما يعملهاش الناس بعد كده. لانه طبعا بيحطوا الصور دي على النت. تمام يا فندم. طيب يعني هل لعلم النفس نقول ما يعني دور او مساهمه في علاج يعني مثل هذه الظاهره لو كانت تتعلق باضطراب نفسي ما مثلا زي ما جه في تقرير سبق المكالمه، يعني هل مثلا ده يعني ممكن يكون يعني نساعد في حل هذه المشكله نفسيا مثلا؟ يعني استثمار مواهب الشباب وايجاد فرص يستغلوا فيها انفسهم في اشياء مهمه هتخليه مثلا اذا كان يكتب شعر ولا يكتب قصه يعني يعني لحاجات تانية يعني وحاجات تانية يعني زي كتابة الشعر مثلا الرسم. ايوه هيثبت ذاته بشيء ذو اهميه. تمام. طيب شكرا جزيلا يا دكتور محمد على هذه المداخله، وبشكر حضرتك، وان شاء الله تشرفنا باذن الله في الاستوديو قريبا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني طبعا سمعت في اي تعليق على الكلمه؟ لا فعلا صح، يعني دي الحقيقه يعني هو ممكن يكون الشاب بينزع على هذه الظاهره هروب مثلا من واقع معين زي ما الدكتور قال، يعني ممكن يكون محبط شويه، ممكن يكون مش بيثبت ذاته، عايز على برضه على راي الدكتور يعني يثبت يعني يثبت حدث معين. ده صحيح فعلا. كل ده صحيح يعني. يعني انا مثلا الموضوع ده جالي كده لظروف معينه، يعني في كده يعني اتعرضت لكذا حاجه حطتني في المكان ده، فده حقيقي فعلا. وكمان يعني برضه هو قال يعني الموضوع ده بيجي بس لو الشاب فرحان او كده، يعني ساعه الفرح السعاده فانت بتصور نفسك، وساعه الحزن كمان. يعني حتى افلامي يعني معظمها كلها اللي هي تراجيدي وكده مؤثر يعني. ف برضه الحزن يعني بنستعملها. خلينا نتكلم بقى على افلامك طالما انت جبت سيره الافلام. اول فيلم انت عملته يعني كلمنا عنه وايه الدافع ان انت عملت الفيلم ده؟ تمام. هو اكيد في رساله يعني، بس انا الاول عايز برضو ارجع يعني من 5 سنين برضو فكره اصلا ان انا يعني قلت انا عايز اعمل فيلم. طب ليه؟ ما ممكن شعر، ممكن الدوافع كانت فاشمعنى يعني بالظبط افلام يعني تحديدا؟ فده لان انا يعني زي ما قلت برضو في الفتره دي اتعرضت لشويه مشاكل وشويه ظروف يعني، وبعدين حصل لي حوادث كتير يعني ورا بعض. فانا قلت خلاص يعني يمكن يعني ايه يعني تقريبا انا وصلت للموت او خلاص يعني، او المره الجايه يعني ايه. فقلت بقى ايه، قلت يعني انا عايز اعمل حاجه ما بقاش دخلت الدنيا وطلعت منها كده على الفاضي يعني اعمل حاجه اسيب اثر واثر كويس. وكمان اعمل افلام. حبيت ان انت تخرج بالظروف دي. بالظبط. واسيب حاجه يعني اعلم حتى في قلوب الناس يعني، ما بقاش طلعت كده يعني. بس واعمل كمان حاجه الناس تفتكرني بيها. لان كمان الفنان ما بيموتش، بيعيش باعماله. باعماله سواء كان افلام او اي حاجه يعني. بس فدي فكره ان انا قلت خلاص انا هعمل افلام. الفكره جت من هنا. فانا جيت بقى طبعا لما كنت صحابي وكده والناس رفضت، بدات بقى ان اعمل موضوع السيلفي ده برضو الاضطراب طبعا لان ما كانش في حد معايا، فقلت انا هشتغل لوحدي. فجيت بقى في 2012 يعني هو فعلا زي ما الدكتور بيقول ربما يكون له مردود نفسي شويه او له سبب اسباب نفسيه. ما اكيد يعني انا عملتها اهو راجع لان انا ما لقيتش حد وعايز اعمل يعني، وفي مشاكل وجوايا حاجات وعايز اقولها فهقولها وخلاص. ده جت معايا السيلفي بقى. بس اول فيلم بقى يعني كلمنا عنه ممكن نشوفه يعني معانا موجود طبعا معانا نشوفه وبعدين نعلق عليه نشوفه وسام يعني. انا في البيت عايزه ايه؟ انا مش فاضي اعمل حاجه. طب انا نازل دلوقتي يا ماما مش فاضي، اعمل ايه طيب؟ بقول لك نازل. وبعدين يا حبيبي عماله الانهيار دي انت بتكلمي عيل صغير، خليها المره الجايه. ماشي خلاص بقى ماشي يلا مع السلامه. اوصلك ايه بس؟ هم ليك وحشتيني حبيبي. ايوه حبيبي. كنت اسكندراني. دي ماما يا ستي في السوق معاك يا اسف عايزين نروح الصلاة.
لا طبعا، ربع ساعة بالظبط وكون عندك، انا رايح البس. اوكي، خلي بالك من نفسك. ده انا عايزك انت تخلي بالك مني زي ما انا خلي بالي منك. خلي بالك على نفسك لحد ما اجي. حاضر. لا اله الا الله محمد رسول الله. جميل. طيب بنعود للاستاذ عمرو، ده ثالث فيلم انت بتقول؟ ده اخر فيلم اخر فيلم كان اسمه غير متاح. غير متاح ده نزل على النت في عيد الاضحى اللي فات. انت بتقول ان في كل فيلم له رساله او له رساله طبعا او موضوع يعني. طبعا. ايه يعني خلينا نتكلم عن الفيلم. طيب فيلم غير متاح طبعا ده بيتكلم عن الام، ولو اتكلمت يعني من النهارده للسنه الجايه مش هخلص فيه طبعا. يعني فيلم كبير جدا يعني بصراحه، وبعدين موضوع واقعي جدا، وانا شفته حتى في الواقع حتى مع اصحابي مع ناس قريبه ليا. فقلت لازم اتكلم في الموضوع ده، يعني موضوع مهم جدا. كمان انا عايز اقول ان والدتي يعني هي كانت طبعا معايا في الفيلم في الاداء الصوتي. بس التكثيف نقول ان العمل الوجيز، المده الوجيزه دي والتكثيف يعني في دقيقتين او انت بتقول حوالي 3 دقائق ممكن تقدر تبقى يعني توصل من خلال 3 دقائق دي كل اللي انت تقدر، اللي انت عايز تقوله عن الام. يعني ده يعني ده حاجه فيها اختزال كبير وفيها تكثيف كتير، وده اللي انا بحاول اعمله دلوقتي، ان انا اوصل حاجه في اقصر مده بالظبط كده. يعني حتى برضه الناس يعني مفيش خلق حتى او الشباب ان هم يقعدوا ويشوفوا حاجه لمده نص ساعه او كده. فقلت لا، انا هوصل رساله في 3 دقايق بس. خير الكلام ما ده اللي فعلا. وبعدين كمان يعني اليوتيوب والنت وكده يعني بيبقى كل عايز حاجه سريعه يشوفها سريع عجبته بس بيعمل شير وكده وخلصت يعني. صحيح. بس فقلت اوصل رساله في ال3 دقايق دول. تمام. بس رساله الام طبعا رساله الام طبعا، وان احنا ما بنحسش بقيمه الحاجه الا لما تروح. شوف ان هي كانت ملهوفه جدا وبتقول خلي بالك من نفسك وانت بتستعيد بقى لما جه الخبر، بتستعيد ان انت كنت بتقول لها يعني كلام يعني بتغمز لها في الكلام شويه فافتكرته. ولان كمان فعلا يعني في اي موقف زي كده اخر حاجه انت بتفتكرها الموقف اللي حصل مع اللي مات ده، يعني عملته كويس ولا لا، طب اخر حاجه سبت معاه اثر كويس ولا لا. فهو طبعا افتكر لا الدنيا معاه رايحه خالص. صحيح. بس ملاحظ برضه يا استاذ عمرو ان العلاقه ما بين الشباب والامهات بنفس يعني على هذا المستوى من الغلظه شويه والجفاء. بالظبط. يعني للاسف الشديد. انا شايف ان يعني في خلل. وعلى فكره يعني انا حتى يعني انا مش بتكلم عن حد بعينه، انا بتكلم عن نفسي قبل ما اتكلم عن حد يعني، او بالبلدي كده انا اسف يعني بعرف نفسي قبل ما اعرف حد يعني. اكيد انا يعني بيحصل كده، اكيد مثلا بشد مع امي في حاجه زي كده، فانا بحاول من هنا برضه بفوق نفسي قبل ما افوق حد يعني. مش كده نقول لا نبرئ انفسنا يعني. بالظبط.
بالظبط. وكمان برضه انا عايز اقول يعني الفيلم ده اللي صور او ساعدني في التصوير طبعا والدتي والاداء الصوتي كان اول صوت ده كان صوت والدتي. فانا عايز اقول برضه ان هي كانت قبل تصوير الفيلم كانت يعني تعبت شويه، قلبها كان وجعها وكده. وبعدين يوم التصوير انا بصور في يوم من 6 الصبح ل 6 بالليل. والمونتاج بياخد كتير مثلا 3 شهور ونص كده يعني. فانا عايز اقول بقى ان اليوم ده هي كانت تعبانه جدا وما كانتش عايزه تبين لي اي حاجه خالص. يعني عايزه تساعدك. حسيت انها عادي جدا، لدرجه كمان من بعد ما خلصت التصوير قلت لها خلاص كده خلاص، بلا حدود وقعت مني، جت يعني في اخر اليوم بعد ما خلصت وقعت مني، واخدتها طبعا الدكتور وكده. فيعني فده له قصه معايا اصلا يعني الفيلم ده بالذات. طب الفيلمين اللي قبل كده تمام سريعا بقى. هتكلم بقى عن اول فيلم. كان اتعمل في 2012 اسمه لحظه غضب. ده كان كنت بتكلم فيه رساله عن الناس المعاقه ذهنيا. بس انا عايز اقول برضو ان الناس دي يعني معاقه ذهنيا. المعاق ده يعني احسن من اي حد يعني بجد، يعني احسن مننا. وبعدين هو كويس، هو سليم مفيش حاجه. بس هو الفكره انا اصلي اتعاملت معاه، بس هو الفكره ان هو ما بيعرفش يعبر او عنده حاجات جواه عايز يقولها ومش عارف يحكيها ازاي. صحيح. فانا لقيت الموضوع ده من خلال برضو فيلم قصير كان مدته 5 دقائق. برضو حبيت برضو رسالة معينة او فكرة توصلها بالظبط. والرسالة برضو يعني ان احنا بلاش سوء الظن، ان احنا نسامح بعض، بنسمع بعض. يعني اشوف اللي قدامي بيقول لي ايه، في حاجة ممكن تفيدني. فانا ناقشت الموضوع عن طريق ان انا عملت 2 توأم، كنت انا وواحد كويس والمعاق. الكويس ده جاب دولاب للبيت، اخوه المعاق شخبط له عليه فدخل ضربه، وبعد كده زعل ان هو ضربه، بالاخص ان والدته كانت موصيه عليه قبل ما تموت. فبيقرب من الشخبطه دي او رايح يمسحها، فلقى اخوه كاتب له مبروك يا اخويا. مبروك يا اخويا. فالموضوع ده يعني قد ايه هو كان عايز يوصل حاجه بس ما عرفش يعبر، فعبر بطريقته باسلوبه. بس فدي كانت رساله مهمه جدا يعني. فانا حبيت يعني اطرحها من خلال فيلم قصير. بعد كده بقى في 2013 انا تقريبا بعمل فيلم في السنه يعني، في السنه بعمل فيلم يعني. ففي 2013 عملت فيلم اسمه نقطه ضعف. الفيلم ده كان مدته 10 دقائق. لا طولت شويه. ده طول شويه يعني. بيقول ايه بقى؟ الفيلم ده بقى القصه بتاعته دي اللي انا كنت بحكيها مع اصحابي من 5 سنين. قلت لهم انا عندي فكره اعملها، دي انا عملتها بقى. من لحظه غضب جات لي فكره بقى، قلت خلاص بقى السيلفي وهشتغل على كده، يعني خلاص بقى يعني بقى هحاول لحد بقى انا هشتغل مع نفسي يعني. بس عملت بقى فيلم نقطه ضعف، برده كان 2 توأم، الخير والشر او شاب كويس وعارف طريقه صح، وواحد مدمن شويه الدنيا واخداه بيشتغل ديلر عشان يجيب فلوس وحاجات زي كده، وفي اعتقاده ان هو بيجيب حق الناس يعني. بس وطبعا طول الفيلم بيدور الصراع بينهم، ده بيحاول يهديه وده يعني يهدى شويه وبعدين يرجع تاني لنفس الموضوع بتاعه. وفي الاخر المدمن عمل مشكله مع ناس، فجم بياخدوا يعني جم البيت ياخدوا حقهم منه، فاخوه الطيب نزل مكانه فاتضرب. وفي نفس الوقت يعني في نفس المشهد جبت المدمن ان هو بياخد جرعه زياده وكده عشان يهدى، فبيقع وده برضه بيقع يعني. المدمن بيقع والكويس بيقع. وبعدين في اخر الفيلم سبت واحد هو اللي عايش وسبتها للمشاهد. يعني انا حتى ما اعرفش مين اللي عايش يعني، زي ما بنقول اوبن اند يعني. بالظبط النهايه المفتوحه يعني. بالظبط كده. يعني شوف انت يعني كمشاهد دماغك رايحه فين، شايف مين اللي عايش. في ناس بتقول كده الكويس اللي عايش، وفي ناس بتقول المدمن، وان كانوا اخواته وتوأم ولكن كل واحد فيهم في اتجاه معين. بالظبط، ده له افكار وده له حاجه ثانيه خالص. تمام. مهرجانات بقى اللي انت دخلتها يا استاذ عمر. تمام. فيلم نقطة ضعف ده شارك في مهرجانات يعني الافلام السيلفي. طبعا. حتى انت بتقول لي في مهرجان الان دلوقتي. بالظبط. ما هو انا كمان بعمل افلام مستقله. فالمستقل ده يعني هو يعني اصلا كلمه مستقل ان انا بعمل حاجات ما بتتعرضش في دور العرض في السينما، واللي بيصرف عليها ما فيش شركه انتاج تصرف عليها، غالبا بيصرف عليها هو المخرج نفسه وصناع الفيلم. طيب الاستاذ مجدي الشحري معانا، وطبعا هو يعني من طبعا مدير مركز الثقافه السينمائي ومهتم بهذا الموضوع ونقد في هذا الموضوع. ورحت عرضت عنده فيلم فصل. طيب اوكي حاولوا تاني. وعرضت عنده فيلم كمان يعني يعني كلمني كده قال لي تعالى واعرض فيلمك نقطة ضعف،
وبعد الفيلم كان في زي ندوه كده مناقشه مع انت بقى اللي بتمنتج وانت اللي بتخرج يعني، انت كلها مفيش حد معايا خالص. كلها من الاول للاخر بتاعتي معايا. بس ففيلم نقطة ضعف بقى شارك في كذا مهرجان. كان اول مهرجان ليا كان مهرجان ابداع 2. ابداع 2 ده كان في اسكندريه. ده كان تبع الجامعه اللي بتنظمه وزاره الشباب. قدمت فيه اصلا ولا كان في دماغي اني اكسب ولا كان في دماغي اي حاجه خالص، وجات معايا كده يعني. فقدمت واخدت مركز اول اسكندريه. وبعد كده الفيلم اتصعد للجمهوريه وكده. مش متوقع خالص يكون مركز يعني. خالص ولا كان في دماغي اصلا. رجع لنا تاني الاستاذ مجدي الشاحري. مساء الخير يا استاذ مجدي. اهلا بيك. اهلا فندم، وسعداء بمداخله حضرتك. اهلا بيك. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. احنا معانا الاستاذ عمر زكريا، وطبعا هو مشارك في مهرجانات كتير جدا في السيلفي والمونودراما، والحقيقه يعني تجربه كويسه جدا وحاجه رائعه. فيعني راي حضرتك في مثل هذه التجارب، ويعني افكار الشباب ازاي ان احنا نشجعها، وازاي ان احنا نخرج الابداع من هؤلاء الشباب. اتفضل يا سيدي. هو عمر زكريا كان الفيلم بتاعه اللي هو نقطة ضعف كان سبق واشترك فيه في مهرجان اسماعيليه السينمائي الدولي في شهر يونيو الماضي، بدايه ما عرفت بيه. وهو مجتهد وعنده افكار طموحه، لكن محتاج يعني يقتحم عالم السينما من المدخل الطبيعي يعني. المدخل الصح والطبيعي ليها. من هنا كانت بدايه معرفتي بعمق مجموعه من الاصدقاء اللي حضروا مهرجان الاسماعيليه السينمائي الدولي. الكلام ده كان شهر يونيو الماضي. تمام. فكر في نسخه من الفيلم بتاعه واتعرض عندي تحت الثقافه السينمائيه في 36 شارع شريف في القاهره. ايوه. وقيمه ندوه عقب عرض الفيلم، وكان يوم جميل لان كان فيه افلام لمخرجين اخرين في هذا اليوم. وعمر يعني عنده افكار طموحه وخد دورات تدريبيه كتير في السيناريو وفي الاخراج والتصوير مع شيخ المصورين في سعيد شيلي. لكن هو بس الملاحظه الوحيده ان عمر بيعتمد على نفسه. هو حابب ده، يعني ده اللي بيقول حابب انه يعتمد على نفسه في كل حاجه. الظروف حطيتها كمان. هو طبعا هو على فكره الفيلمين بتوعه اللي هو غير وهو ضعف مشتركين في مسابقه المهرجان القومي للسينما المصريه في الدوره 18 طبعا حاليا بدوره اخرى بالجزيره. ايوه. لكن انا بس كل الملاحظات الفنيه اللي قلتها لعمر ان هو خلال الفتره المقبله عشان يعني عايز يعمل فيلم مهرجانات ويسافر بيه ويستنتج ويكون فيلم على مستوى عالي من التقنيه الفنيه، ان لابد ان هو يكون فيه سيناريو مكتوب بشكل جيد. ويعتمد صحيح. يعني يكون السيناريو فعلا مكتوب بشكل جيد يعني. يكون السيناريو الاول لان هو ده حضر الاساس، ده بتاع الحاجه في فيلم بالظبط. وبعد كده هو يكون معاه خط فني على مستوى عالي سواء في التصوير او الاخراج او المونتاج. بعد كده ممكن بقى يوصل بقى للعالميه بقى. يعني انا حتى لسه كنت بقول لعمر كان ليا صديقي المخرج فيليب البنداري. ده دكتور في معهد السينما، وهو في الاصل اساسا درس في كليه الهندسه. وبعد كده صحى في معهد السينما عمل فيلم اسمه صباح الفل. مش عايز اقول لحضرتك الفيلم دوت اشترك يعني حصل اكتر من جائزه في مهرجان محلي ومهرجان اسماعيليه السينمائي، وسافر بالفيلم في مهرجان توسا في تونس ومهرجانات في ايطاليا واسبانيا وغيرها من المهرجانات بتاعته. تمام. فعمر مخرج موهوب وعنده طاقه، لكن هو محتاج ينمي هذه الموهبه او يثقلها يعني. يثقل الموهبه او ينميها يعني. ينمي الموهبه. هو طبعا في الفيلمين بتوعه اللي هو عملهم اللي هو فيلم نقطة ضعف اعتمد بشكل اكبر على افلام المونودراما. افلام السيلفي. طبعا لكن يعني نصيحتي ليه بقى كراجل زي هو سمع النصيحه هو كمان. ان هو طبعا صح يمشي على نفس الكاركتر في الافلام اللي هيعملها بعد كده. طبعا دي نقطه في البدايه وهو عملها بشكل جيد، بدليل ان هو اشتغل بالافلام دي باكثر من مهرجان. لكن الخطوه المهمه دي اللي هي المستقبليه ان هو يبدا يبحث عن السيناريو مكتوب بشكل كويس، واللي بيساعده في تنفيذ هذا السيناريو مدير تصوير ومونتير ومؤلف موسيقي محترف، عشان في الاخر يكون المنتج الفني على مستوى عالي من العرض التجاري
وربنا يوفقه طبعا ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ مجدي. طيب ممكن حضرتك تكلمنا عن دور المركز بقى حضرتك في الثقافه السينمائيه في يعني ايه الدور بالظبط اللي حضراتكم بتقوموا بيه؟ يعني ازاي بتاخدوا بايد الشباب امثال استاذ عمر، واكيد في يعني نماذج كتير جدا زي الاستاذ عمر بس محتاجه اللي يكتشفها يعني. طيب انت حضرتك سالتني ولسه كان عندي احتفاليه منتهيه الاسبوع الماضي. الاسبوع اللي فات كان عندي احتفاليه بمناسبه اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه. وده كان بتكليف من معالي وزير الثقافه، وعملنا احتفاليه جميله جدا اتعرض فيها 3 افلام بتناقش موضوع ذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين. وحضرها نقد احنا هنسميها بقى ذوي القدرات الخاصه، يعني السيد الرئيس اطلق عليها كده يعني ذوي القدرات الخاصه. دي حاجه. ده كان يوم الاربعاء اللي فات. تمام. لكن انت بتسالني عن خطه المركز الثقافه السينمائيه الفتره القادمه. ان شاء الله باذن الله عندي اول الشهر الجاي، اول شهر يناير، عندي مجموعه عروض افلام الشباب. افلام الشباب في المركز القومي للسينما عندنا في واحده اسمها واحده سينما مستقله بتدعم افلام الشباب اللي هو زي عمر، واللي هو الشباب اللي هو مجتهد في صناعه السينما. يعني حضرتك ممكن نطلق عليها مثلا اللي بيعملوه مثلا الاعمال الفنيه روائي قصير مثلا؟ يعني انا عايز اقول حاجه. الافلام عندي 3 انواع. افلام روائي، وافلام تسجيل قصير، وروايه قصير، وافلام تجريبي، وافلام انيميشن تحريك. جميل. بالاضافه للافلام الوثائقيه. في اول شهر يناير عندي احتفاليه بمناسبه افلام الشباب. بعد كده عندي احتفاليتين افلام الثوره اللي هي ثوره 25 يناير. عندي احتفاليه يوم 21 يناير، واحتفاليه ثانيه يوم 28 يناير. وكل احتفاليه هيقع فيها افلام منهم بالمناسبه فيلم اول عرض سينمائي. هيبقى يوم 28 يناير فيلم نزيل التحرير للمخرج سميح منسي. ده اول عرض سينمائي هيقام فيه عرض الثقافه السينمائيه يوم 28 يناير، لان الفيلم ده انتاج 2014. تمام. بالمناسبه عندي برضه في اول شهر فبراير عندي اول اسبوعين لافلام الشباب وافلام السينما المستقله. ده انت حضرتك عندك فعاليات كتيره يعني. فطبعا برضه احب اوضح للساده المستمعين المشاهدين ان احنا برضه بندعم افلام الشباب وافلام السينما المستقله من خلال ان مركز الثقافه السينمائيه بيتبنى هذه المواهب وبرعاها، وبيكون نتيجه لعرض الافلام بتاعتهم على شاشه السينما. والعروض عندنا بيحضرها نقاد سينمائيين او اعضاء من النقابه الفنيه السينمائيه والعاملين في صناعه السينما، وبيحضر صحفيين واعلاميين من اكثر من جهه ومن اكثر قناه فضائيه يعني. اتمنى لحضرتك التوفيق يا استاذ مجدي، وشكرا جزيلا، واصيب بالشباب خيرا يعني. طبعا احنا محتاجين ان احنا نكتشف ابداعات الشباب والاعمال الابداعيه والاعمال الفنيه والثقافيه للشباب. شكرا جزيلا استاذ مجدي، شكرا جزيلا. اي تعليق على مكالمه استاذ مجدي؟ جميل جدا، وبشكره بصراحه على المداخله الجميله. بس نصيحته بقى يعني هو بيقول لك يعني نثقل هذه الموهبه بشيء من الدراسه، شيء من السيناريو. مهم جدا اصلا. يعني حتى لو في موهبه على حد قول للناس لازم تثقل بالدراسه لازم طبعا. وعايز برضو يعني ازود حاجه برضو على الكلام. ان انا اخدت ورشه تصوير مع استاذ سعيد شيمي. هو اشار اليها الاستاذ. بالظبط. وكانت قراءه يعني من على النت وكده طبعا، ودروس وندوات عندنا في مكتبه اسكندريه. كان فيها المونتاج، السيناريو، التصوير. بتزداد خبرات يعني يا استاذ عمر مع طبعا بتكتسب خبره مع تراكمات. يعني لما بتقابل سيناريست كبير، بتقابل مصور او تحضر معاه ورشه عمل، اكيد المهرجانات كمان بالذات بتطلع منها طبعا بفايده رهيبه يعني. تستفاد، بتشوف افلام غيرك، بتشوف افلام زملائك المخرجين. لا، في فكر تاني مختلف، لازم تطلع بحاجه. فانا كمان حتى كنت عايز اقول يعني انا يعني زي ما قلت برضه كان مهرجان الابداع 2 ده كان اول حاجه. شاركت برضه في مهرجان اسكندريه الدولي، مهرجان الاسماعيليه الدولي. اسكندريه الدولي كان بتعرف المهرجانات دي ازاي؟ يعني بتتابع الفعاليات دي يعني بتابع ان ده هنا مهرجان وفي المكان ده مهرجان، ولا بيبعتوا لك ولا ايه؟ لا انا بتابع في مراكز الثقافه. ومن على النت. يعني مثلا مهرجان اسكندريه عرفت من خلال النت. كان مركز الابداع عندنا هو يعني العروض كانت هناك وبيدعموا يعني. فانا طبعا مشترك في الصفحه بتاعتهم وكده، فعرفت طبعا المهرجان. شفت ايه الشروط وكده والتزمت بيها طبعا، وقدمت في المهرجان والفيلم اتقبل واتعرض وكده. تمام. بس فكلها كده بقى نفس النظام.
انت عايز ان شاء الله باذن الله يعني في المستقبل تعمل حاجه قريبا يعني ان شاء الله؟ بحضر الحاجه حاليا ان شاء الله يعني تنزل الفتره الجايه يعني باذن الله. وعايز برضو يكون معايا ناس بقى يعني ما بقاش برضو سيلفي بقى ومونو دراما. لا ما هو زي ما الاستاذ بيقول يعني يبدا بقى تستعين بناس بقى. بالظبط يبقى معايا حد يعني، لان اصلا كمان السينما ما ينفعش تشتغل فيها لوحدك. ما ينفعش، وحتى لو عملتها ماشي يعني بظروف معينه وفي البدايه، لكن ما ينفعش تستمر على كده. فلازم نخرج بقى من السيلفي بقى. بالظبط، يبقى معاك ناس من النطاق ده. وان كان هو اللي يعني وضعك على اول الطريق، ولكن يعني بقى خلاص هو مطلوب ان انت يعني اكسباندنج يعني تتوسع يعني. بالظبط والتخصص كمان يعني يكون معايا مدير تصوير فاهم في التصوير وممثل وسيناريست، ما يبقاش كله عليا لوحدي يعني. حتى كمان الاستاذ مجدي قال لك كده ممكن يوصلك يعني لفيلم من عفوا الهاوي الى المحترف. بالظبط. يعني تبدا بقى تدخل في مهرجانات عالميه يعني تتعدى اللوكال يعني المحلي. فعلا. وبالاخص برضو كمان يعني الناس برضو اصدقائي اللي انا كنت بكلمها من 5 سنين لما شافت طبعا الافلام اللي انا بعملها وشافت شغلي وكده، فقالت خلاص يعني بعد كده يعني اعتقد لو طلبتهم هيبقوا معايا يعني. صحيح. لو استعنت بيهم هلاقيهم يعني. تمام. عايز بقى في نهايه الحلقه يعني تقول كلمه بقى او رساله للشباب، الشباب المبدع، الشباب اللي بيشوفنا دلوقتي، وزي ما قلت ربما مش لاقي حد يكتشفه، او مش لاقي عنده مثلا موهبه ما، عنده ابداع في اتجاه ما، فبتقول ايه؟ بتقول لهم ايه؟ بتقول للشباب ايه؟ تمام. يعني حتى انا كده برضه يعني انا شاب برضه بسيط على قدي وبعمل حاجه على قدي. وبتحاول وبتدور وبتبحث. بحاول وبسعى بالظبط كده، وبحاول يعني بصراحه يعني اسقط على نفسي الضوء، اقول انا هنا يعني انا بعمل حاجه. يعني لو في مثلا يعني نفسي يعني انا بعمل كل ده ليه؟ عشان في الاخر نفسي اعمل حاجه، فيلم روائي طويل، فيلم سينمائي. اثبات وجود يعني تثبت بيه وجودك. بالظبط وده هدف قدامي يعني. فانا نفسي اوصل لكده، اعمل فيلم سينما وافكاري توصل للناس، رسالتي عندي رساله كتيره، في رسائل، عندي افكار عايز اوصلها للناس. فيا ريت اعمل فيلم يعني. فعايز حد يعني يطلعني للشمس، يظهرني للنور. بس انا طبعا يعني رايي شاب برضه في يعني ماشي في المجال ده، محتاج طبعا حد يمد له ايده. محتاج صبر يعني انك تصبر ما هو لازم طبعا صبر، ما تملش ما تحبطش. هو طبعا لازم صبر، ولازم يعني حتى يعني لو وقعت تقوم تاني. ويعني انا دايما حتى بقول يعني بجد يعني اي حد عايز اي حاجه طالما بيسعى لها ومؤمن بيها ومؤمن بفكرته لازم يوصل لها، ولازم ربنا بيديها له اي حاجه. وان شاء الله هنوصل لنجاح وباكتساح يعني. طبعا كمان الجمله دي انا بقولها في اي مكان يعني باذن الله ان شاء الله. يعني بس نكمل ونسعى، بس اهم حاجه يعني تمام. ما نحبطش يعني امام عقبات معينه، ما نستسلمش. لان في عقبات كتير جدا أكيد. وانا قابلني تاني انا عارف. فيعني احاول اقاوم يعني. تمام. شرفتنا ونورتنا يا استاذ عمر، جيت لنا من اسكندريه وشرفت ونورت. تخليك بقى معنا في طنطا النهارده. يعني يا ريت نطلع لفاصل بقى ويعني ننهي بقى الحلقه معاك. تمام. شكرا. ناخد بقى صوره سيلفي. يا ريت. بالعفو والجواز مرت الفوها اشتاق هسه حمودك السلك بالطيارة او حتى بالعصنصير او حتى بنص الحارة، السلك موضة الجيل سلك موضة بهالايام بالشتا وحتى بالصيف، بتصور جوا الاحرام وبشتي بسكعة يا لطيف. السلك وهو مكشر او سلك انت ابتسم، حتى لو كان بمكي باخذ سلك بالحرم. السلك بغرفة النوم او حتى جوا الحمام، حتى في عرب ايدل سلك تصور احلام. حتى بكرة بالاعراس الاضاءة بتنزلناش، بمسك بيدي جوالي بتصور وانا ضاوي فلاش. اللي بيصور حاله تعجبوك الكنتاكي،
كل نفسي عنك خش علي بالساكن بدي انا والبلبل تصور صورة سيلفي نطلع بنفة جديدة ونطول نطفي سيلفي ما بدك ميلي ولا بصورني زميلي صور حالي لحالي وضع هادي او ليلي سيلفي صورة وسيارة واقف جنب العمارة باركولي يا اصحابي جبت جديد السيارة السيلفي بنظاراته صورة بتعكس حياته بيقول لك في شي خلفي بيطلع عيني جراباته ما بتفوز او مايل كل اوضاعه بتصور الوضع العربي مكركب كل ما دعم بتدهور السلف بالعيادي رايح يطلع سنه يا عمي هيك زيادة مال الشباب انجنوا سلف بحلك شعراته وبيرفع هينك جنه بنزلها عن فيس وبكتب عن نفس صلوا بصور حاله مشخص او بصور عيونه او بتصور مكشر ومسحو البنطالون بتصور بالجالكسي وبتتصور بالايفون ان جابت لبسة جديدة او حتى لبسة بيزون وبتصور طابختها وبتنشرها بصفحتها ممنوع الطبخة تنزاد حتى تثبت صورتها وصل الامر للكعبة صورتها بالسيلفي صورت الحجر الاسود كتبت الكعبة خلفي على الاقصى ممنوع نفوت مسموح نصلي برا حتى واحنا بالشارع ناخد سلفي بالمرة في قضية من زمان تهويد وحافر مخفي نسينا وضع الاقصى وانتهينا بالسلفي بدي ادعي يا ربي وصلي لابن الصليل ربي يغيرها